السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. دي أول قناة أعملها عن العقل الرقمي ببساطة. بمعنى إيه؟ أنا أعرفكم على نفسي الأول. أنا اسمي عبد الرحمن حسنين، أنا مهندس اتصالات وشغوف بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والبيزنس والديجيتال ماركتينج والتسويق الإلكتروني. فحابب أقدم محتوى مختلف شوية عن الحاجات المعقدة، فوصلت لحاجة جميلة قوي، إنك توصل المعلومة بالقصة. فحاليا عامل مدونة اسمها مدونة العقل الرقمي، هسيبها في وصف الفيديو ده إن شاء الله. عاوز حضراتكم تطلعوا عليها تشوفوا. يعني من بداية أنا مقسمها 4 تصنيفات: تصنيف للتقنية والأمن السيبراني ومشاكل والهاكرز والحاجات دي كلها. بس مش بتكلم بحاجات معقدة قوي انك تيجي تقرا فيها تحس انك لازم تكون متخصص او حاجة. لا، انا بستهدف من اول 12 سنة لحد 70 سنة، وده هيفهم وده هيفهم. زي ما اكون بحكي معاك رواية، انت اصلا تقرا المحتوى تحس انك ايه، زي ما تكون بتكلم معاك دلوقتي بشكل مبسط، مفيش اي تعقيدات او كلام علمي قوي. بحيث انا بس مش بستهدف بس الناس المهندسين او الناس التقنيين، لا، انا بستهدف كل الفئات دلوقتي مهددة باختراق حساباتها بأي شيء، ياخد حاجاته الشخصية يهددوا بيها. فلازم يكون عنده وعي. فده ما بقاش فرض كفاية، لا، ده فرض عين دلوقتي انك تحمي بياناتك. وعندي تصنيف تاني اللي هو الذكاء الاصطناعي، اللي هو دلوقتي منتشر بطريقة كبيرة قوي. وايه نشأته؟ اتنشأ سنة كام؟ وهل لسه البروباجندا بتاعته ان هو في 2025 دلوقتي وبدأ يتطور، وتشات جي بي تي وجيميناي والحاجات دي كلها، ولا هو اصلا في بداية الخمسينيات اصلا؟ فاتكلمت في النقطة دي برضو كتصنيف، برضو على شكل قصة. فعجبني قوي المحتوى القصصي، ان ده هتقراه مش هتمل منه. المعلومة هتوصلك بشكل سريع. فأرجو انكم تشوفوا المحتوى ده وتعلقوا على المقالات اللي نزلت فيه. وعندي طبعا تصنيف ثالث خاص بالبرمجة، لو انت مهتم بالبرمجة وعاوز تعمل تطبيق او عاوز تعمل موقع الكتروني. وفي تصنيف رابع خاص بالتكنولوجيا بشكل عام، وازاي تستفيد منها وازاي تربح منها. فده هدفي من اولا اعرفكم على نفسي من الفيديو ده. ثانيا ان احنا نعمل محتوى قوي نوصل للناس المعلومة بشكل مجاني جدا. اي سؤال يخطر في بالكم من ناحية التقنية او التسويق الالكتروني او امن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، تصميم التصميم نفسه، عندك انت كطالب او كراجل ماجستير دكتوراه عندك محتوى عاوز تلخصه بشكل مبسط، انا خادم ليكم. خير الناس انفعهم للناس كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده بداية بس خير كده. حبيت ان انا انشر العلم ده، والله اعلم ممكن يكون ده خير لينا جميعا. ان هو يعني ابن ادم اذا مات انقطع عمله الا من 3: علم ينتفع به وصدقة جارية. فاسال الله منهم يعني ولد صالح يدعو له، عشان نكمل الحديث. فنسال الله ان يكون هذا علم ينتفع به او صدقة جارية عني وعن والدي رحمة الله عليه. فأسأل الله لكم ولي الخير والنفع، وأن يستعملنا في نصرة هذا الدين، وأن يكون فعلا بنقدم حاجة في مجال الواحد حاسس إن هو ممكن يفيد مجتمعه. وفضل الله عز وجل عملنا برضو صفحة اسمها وصل علمك لحد محتاج. حاسب لكم رابط الصفحة تحت. أي علم أو أي حاجة أنت محتاجها
اكتب بس في التعليقات، شير الصفحة دي على قد ما تقدر. اهم حاجة اللي يقدر على حاجة يعملها ويفيد غيره. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس انفعهم للناس. بحبكم في الله. شير الفيديو على قد ما تقدر. ان شاء الله ما خرج من القلب لا يصل الا الى القلب. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشوفكم ان شاء الله قريبا في حلقة جديدة. واكتب في التعليقات على الفيديو ده حابب الحلقة الجاية تكون عن ايه، زي ما شرحت لكم وزي ما هتشوفوا في المدونة بتاعتي والصفحة. انا بقدم بالظبط ايه، بداية من هاردوير لحد اي حاجة بقى في اختراق المعلومات، وازاي تأمنها، وازاي تعرف خوارزميات الذكاء الاصطناعي. لان خلي بالكم الفترة الجاية اللي مش هيحط نفسه في الموضوع ده مش هيكون ليه مكان او يقدر يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، مش هيقدر يواكب العصر ده في كل المجالات. الارزاق بيد الله عز وجل، ولكن لازم تكون على دراية بالموضوع ده. تمام. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبد الرحمن حسنين، اخوكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.